جارة القروبة قالت لي هحط المعالق داخل الفويل وانت هتتصدمي من النتيجة. هنجيب قطعة من ورق الفويل وهنجيب المعالق اللي عندنا اللي لونها مصفر او لونها مطفي، عايزاها ترجع جديدة، عايزاها تبقى فيها لمعة حلوة كده، هنجيبها ونحطها داخل الفويل بالطريقة دي. هنضيف عليها معلقة من بيكربونات الصوديوم، وكمان معلقة صغيرة من ملح الليمون، وهنبدأ نلم الفويل. وهنضيف بعد كده ربع كوباية من الخل الابيض اللي موجود في اي مطبخ. اتمنى منك لو وصلت لحد هنا في الفيديو تصلي على النبي وتدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شايفين لما ضفنا الخل حصل تفاعل؟ دلوقتي هنقفل الورقه كويس جدا وهنسيبها على الرخامه لمده نص ساعه، وهنرجع بعد نص ساعه هنشوفها مع بعض. ده بعد مرور نص ساعه هنجيب طبق فيه حبه ميه واي سائل انت بتستخدميه سواء بريل او صابون سايب. هنجيب كده حبة في طبق وقطعة من السلك وهنبدأ ندعك المعالق بكل سهولة، هتلاقيها رجعت جديدة. وده شكلها بعد ما شطفتها بالمية. أتمنى تدعميني والفكرة تكون نالت إعجابكم، وأشوفك في فيديو